اهلا وسهلا من جديد ومرحبا بكم في درجة شفتوا معايا قبل هضرنا على المناهج ب4 ديالهم، سنعاودهم. المنهج الكلاسيكي وهو المنهج التنبؤي، المنهج الثاني هو المنهج التكراري، والمنهج الثالث هو المنهج التدريجي التزايدي، المنهج الرابع هو المنهج المرن الرشيق التكيفي. كل منهج عطينا فيه امثله، وكل منهج هضرنا على الخصائص ديالو. اللي مازال ما فهم يرجع يشوف لي فيديو، ولا ما فهمتيش تقدر تطرح اسئله. نتمنى الناس يجاوبوك في التعاليق، حيت معنا ناس اللي خدامين على المشاريع وعندهم تجارب في المشاريع. وكذلك لا ما فهمتيش نزيد نشرح لك كل درجه، لان هذا الشيء هذا ما كيتسالاش، وهذا الشيء هذا متناغم. بقاو معايا باش نهضروا دابا على لا انسالادا دي فوكس، لا سالاد دي زابروش. انت اللي تتسير المشاريع، وانت القائد ديال المشاريع، وانت قاري واعي وعارف وعندك بزاف ديال الطرق، وحر حتى واحد ما تيحبسك باش تسير المشاريع ديالك بالطريقه اللي بغيتي. طبعا هادشي اللي كنت خدام على المشاريع ديالك، ولكن الا كنت خدام في شركه طبعا يقدروا يكون عندهم مناهج يخدموا بها بحال الشركات الكبار، عندهم دي ستوندار تنسميوهم. ولكن انت راك تتبقى المسؤول، انت تتبقى القائد، انت تتبقى المدير ديال داك المشروع، المسؤول عليه 100%. وتتكون عندك واحد الحريه في التسيير. ملي تنهضر على الحريه يعني متى تولي ضابط هاد المشاريع هادو، متى تولي ضابط المناهج هادو، متى تولي عارف الخصائص ديالهم، متى تكون عندك تجربه خدمتي هذا المنهج وخدمتي هذا المنهج وخدمتي في هذا المجال وخدمتي في هذا المجال، تتولي تعرف بانه حتى حاجه ما كامله مكموله. بمعنى اخر عندك الحق تختار الحاجه اللي صالحه لك من هذا المنهج، والحاجه اللي صالحه لك من المنهج هذا اخر، وتجمع كل شيء وتدير لا انسالادا. بمعنى اخر ان راه كل منهج عنده طرق ديالو، كل منهج عنده وسائل اللي تنستعملو، وعنده طرق حتى في القياده ديالو. هادشي علاش وكما قلنا قبل راه كاينين بزاف ديال المراحل، والمراحل تختلف. مثلا مرحله ديال دراسه الجدوى راه ماشي هي المرحله ديال التنفيذ والتطبيق في ارض الواقع، ماشي هي المرحله مثلا ديال التتبع. يعني راه المراحل تختلف، والشركات عندهم بزاف ديال المراحل، الشركات الكبار عندهم بزاف ديال المراحل. هضروا على البروتوتيباج، هادشي هضرت عليه قبل، ونتمنى ترجعوا للحلقه ديال المراحل وتشوفوا، لان درت حلقه خصيصه لهذا الشيء هذا. المهم كملوا معايا الفيديو وتعرفوا علاش درنا لا انسالادا. تقدر تجمع لنا كما قلنا حاجه من هنا حاجه من هنا حاجه من هنا. غالبا تجمع لنا المنهج البريدكتيف الكلاسيكي مع المنهج الاجايل اللي هو مارين. علاش نقدروا نخدموا في واحد المرحله اللي عندنا مثلا بحال تنخدموا على الغوشيرش ديفلوبمون، تنخدموا على البحث والتطوير، نقدروا نخدموا بالاجايل حيت تنكون مازال ما عارفاش امور ما واضحاش لينا. يعني الاجايل قلنا مرن، تيمشي مع التغيير، تيتادابط مع التغيير، تيتكيف مع التغيير. كذلك اللي كانت عندنا التكنولوجيا اللي خدامين فيها صعبه، وكذلك اللي كان عندنا تسليم في ديك المرحله يقدر يكون تسليم تدريجي. هنا نقدروا نخدموا الاجايل في ديك المنهج في ديك المرحله، بغيت نقول في ديك المرحله. وفي مراحل اخرى نقدروا نبدلوا، ما نخدموش حنا باجايل ونمشيو لمنهج واحد اخر اللي هو المنهج الكلاسيكي. الا كان عندنا في ديك المرحله الامور واضحه وباينه وعارفين فين غادي نوصلوا. دزنا مثلا الا هضرنا في المجال ديال الكونستراكشن وغادي تبني واحد العماره، شي عماره مثلا فيها كرياتيفيتي، هادشي ديال الشناوات الدور ولا ما نعرف شنو. المهم نقدروا نخدموا على لا بارتي ديزاين بلابروش اجيل، يعني بالمنهج المرن، باش نشوفوا واش داك الشيء كيسيون دو ديزاين صالح ونديروا تغييرات. والتغيير ما تيكون صعيب لاننا خدامين في البحث، خدامين على التجارب بالحاسوب. يعني ماشي تنبنيو عماره ونريقوها ونبداو نغيروا فيها. ولكن من ندوزو للكونستراكشن، من ندوزو لا كونستركسيون غير، من تندوزو للبناء ديال العماره غير، ديك الساعه تنكونوا نقدروا نخدموا بالبريديكتيف. التغيير تيقل. ما يمكنش انا نبني عماره وتجي تقول لي لا ما خصناش نديروها بالبيطون، خصنا نديروها ما نعرف شنو، نديروها بالفايبر. ما يمكنش. يعني خصك
تختار الخطه اللي تتمشي عليها. هادشي علاش تنمشيو بالمنهج الكلاسيكي. وكذلك كاين طرق واحده اخرى، ولا هاي كاين طرق واحده اخرى هي اننا نجمعوا. حيت قلت دابا انا مازال تنهضر تنتخيل راسي شنو قلت لكم قبل. من هضرت على المنهج المرن راه هضرت بان فيه بزاف ديال الطرق، والطرق حتى هو فيه تتختلف. هادشي غنهضروا عليه ان شاء الله من بعد. ولكن باش تكون عندكم فكره، في هاد لاصالاد هادي، في هاد لاصالاد شنو تنديروا؟ قدنا تنجمعوا مثلا منهج مع منهج، ولكن راه نقدروا نجمعوا حتى الطرق ديال واحد المنهج. حيت مثلا المنهج المرن فيه بزاف ديال الطرق، ناخذوا طريقه من هاد وسائل مع الطريقه، نقدروا وسائل اخرى مع الطريقه. هادشي كامل باش نسيروا المشروع ديالنا ويوصلنا للاهداف اللي باغيينها حنا. وطبعا تيكون مثلا نحترموا البيدجي، تنحترموا الميزانيه اللي كانت عندنا، باش نحترموا الاهداف ديال الناس الزبائن مثلا، ولا الناس المعنيين على المشروع. بزاف ديال الحاجات هضرت لكم على صراحه، ولكن ما عطيتكمش الاسم ديالها. فهو الاسم ديال هاد لابروش ديال هاد المنهج كيتسمى المنهج الهجين. من تسمعوا شي حاجه هجين يعني ديما كومبينيشن، ديما تجمع لنا حاجه ما بين حاجه. حتى في الاوتوموبيل مثلا نقول الطوموبيله هجينه، فهي تخدم لنا مثلا بالكهرباء وتخدم لنا مثلا بحاجه واحده اخرى. المهم بقاو معايا باش نزيدو نعرفوا اكثر واكثر، لانني هضرت بزاف. وكذلك هذا المنهج هذا راه معقد الصراحه، معقد بزاف بزاف، تيطلب بزاف ديال الخبره. حيت ما يمكنش انت تجي وتختار من هذه وتختار من هذه الا ما كانش عندك كما قلنا بزاف ديال التجارب، عندك بزاف ديال المهارات. هادشي علاش بقاو معايا باش نتعلموا اكثر واكثر. وحتى في هذا المجال ديال الهيبريد المهجن ولا الهجين، انا شخصيا كتبت عليه، نقدر نبارطاجي معكم اللي بغى يمشي يقرا وتعطيكم فكره اللي هضرت على المناهج كاملين، وكذلك علاش تنستعمل المنهج الهجين. اللي بغى يزيد يعزز الفهم ديالو ديال هذه المناهج، اللي بغى يزيد يعرف اكثر واكثر، اللي تتعجبو القراءه طبعا. وهذا كان اكاديمي، بمعنى راه تنعطي مصادر، والمصادر بالصفحات ديالها تعطي مثل نقول مصادر تعطي مكتوبه الناس اللي مختصين وداروا سنين وما تيدرسوا في المجالات هذه. وكذلك في هذه فيديو راه تنحاول نبارطاجي معكم مصادر ونبارطاجي معكم معلومات اللي جايه من عند الناس اللي متخصصين في المجال، ومؤسسات اللي معروفه في اداره المشاريع عالميا كما PMI، وبزاف ديال المؤسسات اخرى بحال برانس. وكذلك شركات اللي كبيره وخدامه بدي ستوندار، شركات اللي معروفه وخدامه في المجالات. وتنحاول نبسط لكم باش تفهموا اكثر واكثر. وي تنهضروا على المناهج معقده وصعيبه في التطبيق، ولكن راه خير الامور انك تفهمها بعدا، واخا ما تكونش عندك تجربه تكون عارف تقدر دوز واحد لونتروتيان يسولوك على شي حاجه، تكون عندك واحد الافكار، تكون عندك واحد المعلومات. اما المعلومات طبعا خصها التطبيق، وبالتطبيق تزيد تعزز وتزيد تطور راسك. هادشي علاش بقى معايا باش تزيد تعرف في هذا المجال ديال اداره المشاريع، تزيد تعرف وتفهم المناهج، تزيد تعرف طرق واحده اخرى، وتزيد تعرف حاجات اللي كنستعملوا باش نسيروا المشاريع ديالنا. والى الحلقه القادمه.